بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فسبحان الله العظيم، الله عز وجل دائما يأمر بطاعة الوالدين والبر بهم والطاعة لهم فيما يرضي الله. فسبحان الله، الله عز وجل عندما أمر بعبادته مباشرة أمر بطاعة الوالدين وبرهم. فسبحان الله، هناك قصة أريد أن أرويها لكم، ولكن هي قصة حزينة جدا، ولكن هي فيها عبرة كبيرة لكل المسلمين. وأيضا هناك قصة أخرى وقعت في قديم الزمان، أما القصة التي سأرويها فهي وقعت في زمننا نحن. فكان هناك رجل في قديم الزمان كانوا يعيشون في غرفتين فقط، فكان الأبناء ينامون مع جدهم، فكانت الزوجة دائما تنكد على زوجها وتقول: تخلص من أبيك، فأولادي يكبرون ولا يجدون أين ينامون، وهكذا. ففي يوم ما رجع الابن الحفيد من المدرسة، فوجد أبوه مع جده وهو معه غطاء، فقال له: أين تذهب بجدي؟ فقال له: إنني سأذهب به وأرجع. فقال له: لا 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 تفعل ذلك، بل اعطيني نصف الغطاء. فقال له: ماذا تفعل به؟ قال له: سأخبئه كي عندما أصل مثلك سأرمي بك إلى الشارع. ففكر جيدا الرجل، رجع بالأب إلى البيت ولم يعد يفكر التخلص من أبيه. وهذه القصة الأخرى لسيدة مات زوجها، فهذه السيدة ترك لها طفل صغير، فكانت تبيع الخبز، تطبخ الخبز وتبيعه في السوق، وعاشت هكذا، وكانت تدرس ابنها، وبقي هكذا حتى أن وصل إلى الدرجات العليا من الدراسة، أخذ الشهادات العليا، فأصبح لديه مكان مرموق في المجتمع. بعد ذلك قال لأمه أن تترك بيع الخبز، فأبت. قالت له: إنها حياتي، وأحس براحة أني أبيع الخبز وأعيش به ولا أحتاج لأحد. فتركها، وبعد ذلك تعرف على ابنة أحد الرجال المهمين في الدولة من عائلة عريقة. فهذه المرأة كانت إنسانة غير صالحة، لأنها كانت قالت له: أنك يجب عليك أن تخفي أمك ولا تقل أنها أمك أبدا. ففعل بما أمرته به، ونسي كل ما قدمت له أمه وكل ما فعلت من أجله، وأنها أمه ليس لديها مثيل في الدنيا ولا أحد يستطيع أن يكون مكانها. ففعل ذلك، وبعد رزقهم الله بأبناء. فقالت له في يوم: إن أبنائي سيكبرون ويتعرفون أن جدتهم تبيع الخبز في السوق، فيجب عليك أن تتخلص من أمك. فوسوست له ووسوس لهم الشيطان حتى أن أقنعته. فسبحان الله، هذا الرجل عمي على عينيه وأصبح أعمى ولو أنه بصير. فسبحان الله، كما يقول الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان. أعوذ بالله أن يستحوذ علينا. فنسي أنه أمه، وذهب إليها وأخذها
إلى مكان بعيد جدا في غابة، فهي رأت عنده خنجر ورأت الشر في عينيه، فقالت له: يا ابني، إنك تريد أن تقتلني وأنا أعرف ذلك، فلا تفعل، يرميني في الجب، وهكذا سيظنون أنني قد ذهبت لأحطب ووقعت هناك. ففعل ذلك وقالت له: اترك لي ورقة واترك لي قلما فقط، هذا ما أريده. فذهب ذلك الرجل وجعل أمه في الجب وتركها هناك. ففي ذلك اليوم لم يعد إلى بيته، كان حزينا جدا بما فعل، وذهب إلى المقهى والتقى بأصحابه فذهب معهم ولم يعد إلى البيت في تلك الليلة، فبقي يعني خارجا في اليوم الغد ذهب إلى العمل ولم يعد إلى البيت. عندما أتى الليلة الثانية وجد أن البيت قد احترق منذ يومين في ذلك الليلة التي نامها في الخارج في أول ليلة. انتقم الله عز وجل من ذلك المخلوق فحرقها في الدنيا قبل الآخرة وأبناؤها معها. فهو كان في ذلك الليلة يعني مندهشا وحزينا، فلم يتذكر أمه حتى أن يعني أتى اليوم الثالث. فعندما تذكر أمه ذهب مسرعا إلى الغابة كي يعيد أمه إلى البيت، فوجدها قد فاضت روحها إلى الله، لأن كان وقت الصيف وكان الحر شديد جدا وهي لم يكن لديها ماء. فأخذ الورقة التي طلبت منه وجد فيها أنها كتبت فيه: ابن العزيز، لقد أعطيتك من حليبي وأنا لم أتركك تجوع يوما ولا تحتاج إلى أي أحد. فاليوم يا ابني لو تستطيع أن تعطيني جرعة ماء فإني عطشان جدا. فهذا الذي ما كتبته في الورقة. فهذا الرجل أخذ أمه ودفنها، ولكن الله عز وجل يعني جعله يعيش في عذاب مدى حياته، ويوم القيامة ماذا سيفعل معه الله، لأن هذا ذنب عظيم جدا.